هل الإنسان مخير ولا مسير؟ هل أنا فعلا اللي بختار طريقي ولا أنا مجرد ريشة في مهب الريح والظروف؟ الحقيقة هنا إن اللغز ده حله في كلمة واحدة، لو فهمتها هتمسك لجام حياتك بجد. احنا مش ضحايا للقدر ولا احنا تايهين في الواقع ده، ولكن السر كله هنا في شفرة التيسير. أنا هقولك إن أنت مخير في حاجة واحدة بس، والحاجة دي هي اللي بتخليك مسير لباقي حياتك. فركز معايا قوي قوي عشان تفهم اللي انا بقوله. انت مخير في نيتك وفي وجهة نظرك، ومسير في النتائج اللي انت بتجنيها بناء على الحالة اللي انت فيها. يعني تخيل نفسك بالظبط زي جهاز ارسال واستقبال عظيم جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى زوده ببرمجيات غاية في الدقة. انت هنا صاحب القرار ان انت تظبط المؤشر بتاعك على انهي قناة. فلو مثلا كمثال قررت ان انت تظبط مؤشر قلبك وعقلك على قناة الايمان، الرضا، الوفرة، فانت هنا مخير في اختيار التردد. وبمجرد ما بتختار بتبدأ تتيسر ليك كل الاحداث والظروف والاشخاص اللي ماشيين على نفس التردد ده. وده كمان معنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انت هنا سيد قرارك بس في البداية، لكن بمجرد ما بتختار الطريق قوانين ربنا في الكون بتشتغل، بتسحبك وتيسرك لنهاية الطريق ده. فيما معناه لو انت فضلت مركز على النقص والخوف والشكوى، انت هنا بتختار بكامل ارادتك تردد الضيق. فهتلاقي الدنيا بدل ما تتيسر قدامك تتعطل، تبقى صعبة، الواقع يبقى مؤلم. مش لان ده قدرك المحتوم زي ما انت فاكر، لان ده تيسير للوجهة اللي انت اخترت تبص عليها. الإنسان يا جماعة مخير في السبب ومسير في النتيجة. انت مخير في بذرة النية اللي بتزرعها جواك، ومسير في نوع الحصاد اللي بتجنيه. ربنا اداك سيادة كاملة على العالم الداخلي بتاعك، والعالم الخارجي هو مجرد مراية. فلازم تغير الداخل عشان يتغير الخارج. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتوا متخيلين احنا بنصارع الواقع ازاي عشان نغير فيه؟ والتغيير اصلا بيبدأ من جوه. السيادة الحقيقية بتبدأ لما انت تفهم ان انت تقدر في اي لحظة، في اي لحظة ايا كانت، تغير البرمجة اللي جواك. فتتغير فورا السكك اللي بتيسرك للطريق اللي انت رايحه. انت سيد الموقف في اختيار بصيرتك. الكون كله ربنا يسره وسخره بأمر من الله عشان يخدم الاختيار بتاعك ده. فانت هنا مش ريشة في مهب الريح، بالعكس انت القائد اللي بيحدد الوجهة. الريح هنا بتيسرك ان انت تبحر في الاتجاه اللي انت حددته. افهم شفرة التيسير وهتعرف ان مفتاح التغيير كله في ايدك انت، مش في ايد الظروف ولا في ايد الاشخاص اللي حوالين منك ولا اي حاجة خارجة عنك. لو فهمت السر ده هتعرف ان انت لو بدأت بتغيير ما بنفسك ربنا هيغير لك الواقع بالكامل. كل حياتك هتتغير وهتبقى في يسر ونجاح. لو انت عايز تغير الواقع في 2026 تقدر ان انت تتواصل معايا وتشترك معايا في كورس فك الشفرات. تقدر ان انت تبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو، او تكتب لي كلمة تفعيل وهرد عليك فورا بكل التفاصيل.